على الرغم من ان معظم انواع الاورام ما تحددش السبب الرئيسي المسبب ليه، انما كتير منها مرتبط بتغيرات في الحمض النووي او تغيرات جينيه. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده هو موضوع اورام العظم. في منها الاورام الحميده وفي منها الاورام الخبيثه. اللي هنتكلم عنه هو الاورام الغير حميده. في منها نوعين هم اشهر انواع بتصيب الاطفال والمراهقين، وهي مش عاليه الحدوث، هي نسبه ما تزيدش عن 2% بتصيب الاطفال والمراهقين. الانواع الاكثر شيوعا هي الساركوما العظميه، سواء اليوينج ساركوما او الاوستيوساركوما. والحقيقه نتائج علاج اورام الاطفال والمراهقين اصبحت حاليا مشابهه جدا للنتائج الدوليه، وده بسبب استخدام البروتوكولات الحديثه بالاضافه الى مهاره الجراحين اللي موجودين، زائد استخدام العلاج الاشعاعي مصاحب للعلاج الكيميائي في بعض اورام العظام. ونقدر نقول ان حاليا احنا النتائج بتاعتنا اصبحت مشابهه للنتائج العالميه بسبب استعمال البروتوكولات الحديثه والمتطوره في علاج اورام الاطفال. معاكم الدكتور محمود حماد، استشاري اورام الاطفال وزراعه النخاع، معهد الاورام القومي، جامعه القاهره.